هعمل لكم بقى النهاردة اسهل واسرع طريقة كيكة بالشوكليت بالقرفة. يلا بينا. اول حاجة جبت كيس من دريم، بعدها قمت حطيت المكونات بتاعة الكيس كلها، حطيت عليها بيضتين بالعدد. وطبعا اهم حاجة انكم تخلطوا كويس قوي كل حاجة، ركزوا معايا خطوة بخطوة. بعد كده جبت الحليب، حطيت منه نص كوباية كده تقريبا، كوباية حلوة يعني، بس انا زودت شوية عشان كنت عايزاها جوسي. وحطيت نص كوباية برضو من الزبدة حلوة كده عشان تبقى برضو جوسي اكتر، وقعدت اقلب. حطيت بعدها كيسين فانيليا عشان زفرت البيض طبعا. وبعد ما اقلب كان القوام بتاعها جوسي جدا، قعدت انضف طبعا مكاني ودهنت في ارضية الصينية حتة زبدة كده او سمنة. بعدها حطيت الكيكة بتاعتي زي ما انتم شايفين، جميلة جدا ما شاء الله اللهم بارك. يلا بينا ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة ونسيبها. فردت بعدها الشوكليت زي ما انتم شايفين، حطيت قرفة وبس كده قطعتها، وبجد كانت ولا اروع زي ما انتم شايفين. بس اهم حاجة ما تقطعوش اول ما تطلع وهي سخنة، انا قطعتها عشان كنت مستعجلة عليها. سيبوها تبرد لمدة نص ساعة كده وبعدها ابدأوا قطعوها، هتبقى تحفة.